التعامل مع الكرة الأخيرة لتضيع فرصة خطيرة هي الثالثة لمصلحة فياريال، بينما لاس بالماس لازال غائب عن النواحي الهجومية. يحاول التقدم الآن، هذه انطلاقة من هناك عرضية، خافي كاستيانو، أول كرة تعرف طريقها للمرمى الخطير كيفن برينس بواتينغ يسجل مع أول كرة. أول انطلاقة كنا نتحدث بأنه لاس بالماس يبحث عن طريق الشباك، ومن يعرف طريق الشباك سوى بواتينغ. بواتينغ يفتتح باب التسجيل في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، يضع لاس بالماس في المقدمة، يفرح جماهير الكناريا ويسجل أول أهداف المواجهة. لاحظ انطلاقة سريعة، هجوم عكسي مثالي، انطلاقة مرتدة مثالية، ونهاية بلمسة ما بين الرأس والقدم، ما بين اللاعب المهاجم الخطير بواتينغ ودفاع فياريال، والكرة في الشباك على يسار الحارس أندريس فرنانديز الذي تفاجأ بكل تأكيد بهذه الانطلاقة السريعة بالعرضية الموزونة بالنهاية المثالية، الكرة الرأسية التي سكنت على يسار حارس المرمى.